السلام عليكم. في آخر 9 مباريات لعبهم ريال مدريد فاز ب3 مباريات فقط وتعثر في 6، ما سبب في ضياع الصدارة بعد أن كان ريال مدريد بعيد عن برشلونة ب5 نقاط. هذا السقوط اللي خلى البعض يشوف تشابي ألونسو المشكلة، والبعض الآخر اللي حمل اللاعبين المسؤولية الكاملة لهذه النتائج. لكن ماذا لو قلت لك أن السبب ليس بتشابي ألونسو ولا باللاعبين؟ طيب ما هو السبب؟ هجاوبك باختصار وبسرعة. اللي بيحدث داخل ريال مدريد حاليا هو نتيجة 3 أسباب ومشاكل في داخل غرفة ملابس الفريق والتشكيلة. أول شيء خلينا نرجع ل4 مواسم لما تعين كارلو أنشيلوتي مدرب لريال مدريد، المدرب اللي كان أسلوبه مختلف كثيرا عن أسلوب تشابي ألونسو الحالي. صح أنشيلوتي نجح في إعادة الروح لريال مدريد وجعل الفريق يلعب بشخصية قوية ويقاتل حتى الدقيقة 90، لكن السؤال شو كان أسلوب كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد وقتها؟ هل كان ضغط عالي فور فقدان الكرة أو كان تيكي تاكا وتمريرات قصيرة متتالية؟ بكل تأكيد لا، بل كان يعتمد على تنظيم دفاعي بخطط مثل 4-3-3 أو 4-4-2. لكن مع قدوم تشابي ألونسو اللي جاء مدريد بأسلوب مختلف تماما ومدرسة تدريبية جديدة بأسلوبه اللي هو الضغط العالي على الخصم وتمريرات قصيرة المعروفة بالتيكي تاكا. وهنا المشكلة الأولى اللي هي تكيف اللاعبين على أسلوب ألونسو الجديد. اللاعبين اللي تعودوا وأبدعوا مع أنشيلوتي بمراكزهم الآن هم ضايعين في الملعب زي بيلينغهام وفينيسيوس وفالفيردي، فحاليا ألونسو لم ينجح في تطبيق أسلوبه على أرض الملعب، خاصة مع لاعبين لم يعتادوا على هذا النوع من اللعب. لو لاحظنا أن أول مباريات ألونسو مع مدريد في كأس العالم للأندية كانت فن تكتيكي وأهداف جماعية بتخليك تقول أوه شو هالمتعة يا ألونسو. وفي أيضا نقطة لازم نتحدث عنها، تشابي ألونسو مدرب حازم وصارم عكس أنشيلوتي. في أخبار بتقول إن ألونسو كتف المحاضرات مع اللاعبين وعرض فيديوهات طويلة لشرح التكتيكات لساعات طويلة، وهذا جعلني أعتقد أن السبب والمشكلة الأولى في فيديو اليوم هي عدم تكيف اللاعبين واندماجهم في أسلوب تشابي ألونسو، لأن بمباريات ريال مدريد لا نرى ما يقوله ألونسو، وأغلب أهداف ريال مدريد جاءت بطرق فردية عن طريق كيليان امبابي. السبب الثاني هي مشكلة خط الوسط في الفريق، واللي إدارة ريال مدريد مش مهتمة إطلاقا فيها. منذ رحيل توني كروس والريال بيعاني من مشكلة واضحة في خط الوسط، لا يوجد توازن في الوسط ولا يوجد لاعب قادر على نقل الكرة من الدفاع إلى الهجوم بتمريرات طويلة ذكية تفكك دفاعات الخصوم مثل ما كان كروس بيعمل. الريال ما بيعاني من غياب كروس فقط، بل أن رحيل لوكا مودريتش كان مؤثر جدا وزاد من مشاكل الوسط في الفريق. حاليا لا يوجد لاعب بتشكيلة ريال مدريد بيقوم بالأدوار اللي كانوا بيعملوها مودريتش وكروس. طيب ما الحل؟ حل هو تعاقد ريال مدريد مع لاعب مثل رايس أو رودري كتعويض لكروس وتعويض مودريتش بلاعب مثل فيتينها. هذول اللاعبين اللي ممكن يحلوا مشكلة ريال مدريد بالوسط. المشكلة الثالثة هي إدارة النجوم، وهي لازم نقف شوي ونركز. احنا قلنا ان اسلوب تشابي ألونسو يعتمد على الضغط المتواصل، لكن فرض هذا الاسلوب على النجوم مثل فيني وامبابي وبيلينغهام مش سهل، ولازم تعرف كيف تتعامل معهم ولا هتواجهك مشاكل كبيرة. النجوم بدهم حرية اكبر واللعب في المراكز اللي بيحبوها، وهنا المشكلة اللي بتواجه تشابي ألونسو. عندك فينيسيوس وامبابي، كيف بدك توظفهم داخل الملعب خصوصا مع تشابه ادوارهم في الملعب؟ امبابي جناح وايضا فينيسيوس جناح، مع العلم ان امبابي ليس مهاجم صريح، فانت حاليا بدك تلاعب واحد فقط حتى يصير عندك توازن في الهجوم، وايضا لا تستطيع اجلاس فينيسيوس على دكة البدلاء رغم هبوط مستواه، ولا هتعمل مشكلة وتمرد داخل غرفة الفريق. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي مشكلة ريال مدريد بالعمق. ريال مدريد ما عنده مهاجم رقم 9 مثل خوسيلو أو بنزيما، فهذا المركز شبه فارغ في تشكيلة ريال مدريد، فلازم ريال مدريد يشوف حل المشكلة ويتعاقد مع لاعب رقم 9 بلاعب مثل هاري كين مع خروج فينيسيوس لو استمر مستواه بالتراجع. طبعا في مشاكل أخرى مثل التراجع البدني، وأيضا لاعبين ريال مدريد اللي ما ارتاحوا بعد نهاية الموسم الماضي اللي كان طويل ومرهق. كانت راحة للاعبين 20 يوم فقط، وبعدها لعبوا كأس العالم للأندية. وفي النهاية يجب على إدارة ريال مدريد الصبر على ألونسو وإعطائه فرصة ودعمه في قراراته في الملعب، لكن هذا صعب مع فريق مليء في النجوم. ريال مدريد دائما يمرض ولا يموت. اكتب لي رأيك بالتعليقات، حاب أسمع آراءكم. هل ريال مدريد قادر على العودة من جديد مع تشابي ألونسو؟ ولا تنسوا الاشتراك في القناة، والسلام عليكم.